إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا بناتي، ازيكم يا خواتي، يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم فرد بتاع العيد. جايبه لكم حاجه النهارده، بس ما تقوليش بقى كرياتين ولا اي فرد من الفرد ده، لا ده حاجات مغذيه وحاجات من الصيدليه موجوده عندنا. طب يلا نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بنجيب معانا العلبه بتاعتنا، ودي هنحط فيها، هنجيب كريم اسمه فاتيكا، هناخد منه حاجات بسيطة، يعني هي معلقة واحدة بس. ده بزيت اللوز، ممكن تجيبي منه عبوات صغيرة، ودوت بجوز الهند. فاتيكا برضو، من ده معلقة ومن ده معلقة. ونجيب معانا فوزلين طبي، يجيبيه من الصيدلية يا إما من عند العطار. فوزلين طبي من الصيدلية أو من عند العطار. بناخد حوالي 3 معالق، نقلبه مع بعض دي بطريقة جيدة. بصوا حبايبي، بمرن ازاي مع بعضه كله. هننزل عليها بمعلقة زيت زيتون، مش كتير، معلقة شاي كده، ونقلب. هنجيب كمان معانا سيرم، هننزل بالسيرم بتاعنا كده معلقة ده، ونقلب يا جماعة. اهم حاجة في الموضوع دوت المعايير اللي انا بحطها، مهم انت تقلبيهم في بعض، خليهم واحد كده حبايبي. هنجيب ايه كمان؟ زيت الارجان. اي زيوت انا بحطها لكم حطوها بنفس الطريقة اللي انا بحطها، واسألوا على الانواع اللي انا بجيبها لكم. الانواع دي هايلة، بتخلي الشعر الهايش التالف المقصف المكسر اللي ما بينبتش اللي ما بيطولش، كل ده ما شاء الله في الزيوت اللي انا بحطها. بسم الله، نحطها بايدينا اليمين. حطينا معلقة كبيرة من زيت الارجان، هنحط دلوقتي معلقة صغيرة من الخروع. زيت الخروع ده تحفة جميل، ده لإنبات الشعر اللي شعرها ما بيطلعش وأعزك الله زي ظهر الإيد كده، سواء شعر الراس أو الرموش أو الحواجب، عليك بزيت الخروع تحفة. نقلب كده. ننزل بزيت الكافور برضو معلقة صغيرة زي معلقة الشاي كده. ده زيت الجاجوبة، فاضل فيه حاجات بسيطة نزلنا بيها حوالي معلقة برضو. هنحط من زيت الجرجير برضو معلقة. بسم الله، ونقلب بقى يا حبايبي. طيب ده هيفرد شعرنا. بصي حبيبة قلبي، الوصفة كالتالي اهو، واحنا بنقلبه كده مع بعضنا نقول الوصفة احنا جبناها. تعملي حاجة من الاتنين، يا تعمليه حمام كريم لشعرك وتسيبيه من 2 ل3 ساعات، هيطري لك شعرك، هيخليهولك طري وجميل جدا. يا تعمليه طاقية، يا اما شوفي انت شعرك بيرتاح لايه تعمليه ساعتها. الوصفة التانية، بعد ما بتاخدي الشاور وتغسلي شعرك حلو، بس من غير شامبو يا جماعة. اللي يغسل شعر ما يغسلوش بشامبو، لان الشامبو بينشف الشعر. تاخدوا الكمية اللي انتوا بتدهنوا بيها شعركم عادي، وتلفي شعرك كله بكر، وتشد البكر تخليه مشدود وجميل، وتجيبي الاستشوار بتاعك واستشواري شعرك لحد ما ينشف. نشف، تفك البكر وتلفيه من اول وجديد، وترجعي تعملي استشوار تاني. بعد ما تلفيه على البكر وتستشوريه تاني، شوفيه بقى بعدها وانت بتسيبيه شكله ايه. بس ارجوكوا ما تنسونيش بالدعاء، انا عايزاكم تدعوا لي على الوصفه دي اللي شعرها هايش، اللي شعرها خشن، اللي شعرها مقصف. يعني بالمختصر هو جميل لأي شيء تعبك في شعرك. الخليط ده جميل جدا جدا جدا. إن عجبكم متنسوناش باللايك وسبسكرايب والتعليقات الجميلة لبيت المنى. متنسوناش بالدعاء، وكل سنة وانتم طيبين. مع ألف سلامة.